السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب قلبي، عاملين ايه؟ معكم ايمان طه من قناة اطبخها بسهولة. ما تنسوش تصلوا على رسول الله عليه افضل الصلاة واتم السلام. النهاردة هنعمل مع بعض الملوخية. انا عارفة ان كلنا بنعرف نعمل الملوخية، بس انا هعرفك ازاي الملوخية ما تسقطش منك لو انت لسه بتتعلميها جديد، وازاي تخليها محتفظة بلونها الاخضر زي ما انتوا شايفين كده يا حبايب قلبي. بسم الله الرحمن الرحيم. معانا التوابل دي انا هحطها مع الشوربة قبل ما تغلي مع الشوربة. عبارة عن معلقة صغيرة من السكر، مكعب مرق دجاج، معلقة صغيرة توم باودر، بصل باودر، كمون، فلفل اسمر، 7 بهارات، معلقة صغيرة من ال7 بهارات. ده نص كيلو من الملوخية انا خرطها بالمخرطة. يفضل يعني لو هتعملي الملوخية ما تخرطهاش في الكبة او في الخلاط في المخرطة. انا هنا حطيت التوابل مع الشوربة، كمية الشوربة على حسب الملوخية. بضيف الملوخية واحدة بواحدة وافضل اقلب فيها عشان ما تسقطش منك. ما بخليش الملوخية علشان الملوخية تفضل خضرة معاكي، ما بخليهاش تغلي. بمجرد ما احطها على النار بطفي عنها، اول ما احط الملوخية بطفي عنها بسرعة، ما بخليهاش تغلي وبرجع احوشها تاني واسيبها عيانة. ما بغطيش الملوخية علشان ما تأكسدش مننا والشاي والملوخية تسود بعدين. حتى لما اجي ابيتها لتاني يوم ما تغليهاش، هي دوب تسخن، لو غلتيها بتسود. الملوخية مش محتاجة ان احنا نفضل نغلي فيها علشان هي بتستوي بسرعة جدا، مجرد ما بحط لها في الشوربة بتسود. هنا لازما الطشة، اهم حاجة الطشة تبقى كمية السمنة اكتر من التومة، يعني التومة تبقى عايمة كده على الوش. هنا التومة استوت معانا، بطش التومة والله ريحتها بتجيب اخر الشارع. معلقة السكر مع التوابل مع مرقة الدجاج بتخلي الملوخية طعم تاني. مع ان انتي ما تغطيش الملوخية اول ما تحطي الملوخية في الشوربة، ما تغطيهاش، ما تغطيش الملوخية الا بعد ما تحطي الطشة، ساعتها بس تحطي تبدأي تغطي في الملوخية علشان ما تأكسدش مننا وتسود. وبجد لو عملتها بالطريقة دي كل اللي هياكلها هيدعيلك وهيحلف انه عمره ما كل ملوخية زي دي قبل كده. واللي يجرب وصفتي ما ينساش يقولي في التعليقات ايه رأيكم في الملوخية بطريقتي. ودي الطريقة اللي انا بعمل بيها على طول،